بعد 11 سنة مطلعين عين اللي خلفونا بكابل لايتنج، طلبت معاهم السنة دي يمشوا مع القطيع ويبقوا تايب سي. تفتكر ليه؟ لو مستنى تطبيق لشركة ابل في الحلقة دي مش هتلاقي، هنتكلم بس عن السلبيات والعيوب في كل تليفونات ابل، عن مؤتمر ابل الاخير او الفنكوش، وليه تشتري اخر افتكاسة الايفون 15. عايز تعرف اكتر؟ كمل الحلقة دي للاخر وما تنساش اللايك الجميل، وطبعا اعمل شير عشان تساعد القناة والمحتوى، ويلا بينا. الفنكوش اول تليفون تم انتاجه من شركه ابل سنه 2007، وساعتها كان اسمه ايفون 2 جي على اسم الشبكه ساعتها. بعد كده شركه ابل عملت ايفون 3 جي سنه 2008، بعد كده ايفون 3 جي اس سنه 2009، وحرف الاس بيعني النسخه الاعلى والاحدث من الاصدار. وكانت شركه ابل بتعمل نفس التليفون بنفس الشكل وتقول لك يلا يا سيدي حطيت حرف الاس وعملت لك شويه تحديثات، يلا انزل اشتري احدث تليفون، وانت زي ما بدك تشتري وانا برضه نزلت اشتري. بعد كده عملوا ايفون 4 و4 اس سنه 2010 و2011، بعد كده ايفون 5 و5 اس سنه 2012 و2013، وعملوا افتكاسه ساعتها ونزلوا ايفون سموه ايفون 5 سي، وحرف السي المره دي مش الاس بيرمز للون بتاع التليفون، فخلوا منه اصفر واحمر وازرق وحركات. بعد كده قال لك بص يا سيدي بلاش الشكل المربع ده سنه 2014، ده شكل قديم ومدهور ومش فانكي، نعمل تليفون بومبي ونمشي مع الموضه والتليفونات الثانيه اياها اللي اولها حرف اس، وخد لي بالك انت، وندلع كده التليفون وشكل التليفون. وساعتها اول تجربه لتليفون شاشته كبيره تم تصنيعه اللي هو الايفون 6 و6 اس بلس، وكانت فضيحه بجلاجل لابل، لان الايفون 6 بلس مفيش حد مش يتريق عليه على مشكله ان الفريم بيتني وبيتقوص، كنت حاطه في جيبك مثلا او قعدت عليه من غير ما تقصد. الشركه اياها اللي اولها حرف اس عملت كذا حمله دعايه لشركه ابل تشرشح فيها وتتريق على الشركه. راحت شركه ابل سنه 2015 مظبطه الشاسيه ومزوده ومش استرخصت. لا الناس دي مش بتسترخص، مش عايزين نروح في داهيه، اقصد صرفت ببذخ في الخامات وظبطت الشاسيه والهاوسنج وظبطت معالم الجهاز وطلعت لينا الايفون 6 اس و6 اس بلس. التليفون فعلا كان محترم وتم معالجه معظم المشاكل اللي كانت موجوده فيه. لازم طبعا نحط بقى التاتش بتاعتنا الجميله احنا شركه ابل، وعملوا كمان في نفس السنه ايفون 5 اس اي، وحرف الاس اي ملوش علاقه بالاس الامكانيات او السي زي ما قلنا اللون، الاس اي معناها سبيشال اديشن. مش قلت لك انا ابل يلا اوعى القطر يا عم الحاج. وعلى فكره الاس اي هو ال5 وال5 اس، بس حطينا حرف الاس اي وزودنا شويه حاجات كده عشان المغفلين ينزلوا يشتروا، وده مش عيب، الشركه الشاطره هي اللي بتعرف تسوق كويس لنفسها. لازم تعرف انك ممكن تكون اجمد من اي حد بس مش عارف تسوق لنفسك ولا تصيط نفسك، فبتندثر وتختفي. يعني فعلا زي ما بيقولوا عندنا الصيت ولا الغيب. وبعد كده سنه 2016 شركه ابل انتجت ايفون 7 و7 بلس، ودول ربنا ما يوريك الا النور، سمعتهم هباب الهباب. التليفونات دي بتجيب حاجه اسمها ايسي صوت، تبقى قاعد كده في امان الله وتلاقي التليفون قطع منك صوت، يهديك يرضيك مش عايز يشتغل، احطك في رزق اعمل لك اللي اعمله ما بيشتغلش. طب يا ابني اقرا عليك قران، ممكن يكون حد شافني ماسك التفاحه وراح رقعني عين برضه ولا حاجه بتحصل. اوعى تنكر موضوع العين ده، كلنا خدنا عين لو انت ماسك تليفون ايفون، تلات ارباع اللي ماسك العلامه دي جايبها منظر. المهم العيب ده مش في كل اصدارات الايفون 7 و7 بلس بس في معظمها، وعيب بيتصلح مش قاتل بس موجود ومعروف. راحت ابل جت في 2017 وقالت هو في ايه يا جدعان، انا لسه خارجه من خازوق الايفون 6 و6 بلس، ظبطت الدنيا في ال6 وال6 اس بلس، نعمل ايه طيب عشان نظبط الدنيا كده؟ راحت قالت انا هعمل كورس في الكلوب وارفع مبيعاتي واقفز قفزه كده عالميه، واعمل ايفون 8 و8 بلس ومعاهم ايفون 10 ومفيش 7 اس ولا 7 اس بلس. راح موظف غلبان سال السيد تيم، حد يقول لي تيم مين يا عم؟ لا مؤاخذه، هقول لك تيم كوك يا عم صاحب الشركه. هو حضرتك فين ايفون 9 وفاكر نفسه كده فلحوس وهينبه الحاج تيم؟ راح الحاج تيم قايل له اسكت خالص، احنا هنطلع كل الورق اللي عندنا، وبدل ما كل شويه نطلع التكنولوجيا بتاعتنا بالقطاره ونقول 6 و6 اس، احنا هنطلع كل اللي عندنا مره واحده، وفوقك من الجهاز ابو زرار ده، ونعمل زي الناس التانيين اللي اول حرف عندهم اس. وبعدها بسنه 2018 تم انتاج ايفون اكس اس واكس اس ماكس، وطبعا زي عاده شركه ابل راحت تاني تحط حرف الاس اللي كل شويه تعبنا بيه، وحسيت فعلا في التليفون والمشاكل اللي كانت موجوده في الاكس معظمها اذا ما كانش كلها اتعالجت. وكان معروف ان الايفون اكس ممكن من اقل وقعه او خبطه يفصل فيس اي دي، يعني خاصيه انه يفتح التليفون ببصمه الوش وما تشتغلش تاني، وتم علاج المشكله دي في الايفون اكس اس والاكس اس ماكس. طبعا شركه ابل زي عادتها لازم تحط التاتش بتاعتها، وعملت ساعتها برضو الايفون اكس ار، وحرف الار جاي من كلمه ريتش او الوصول، معناه ان التليفون معمول باقل تكلفه عشان يقدر يوصل لكل الناس، وعم محمد البواب وعياله يقدروا يشتروا التليفون دوت. تليفون ثمنه النهارده مستعمل 10000 جنيه، انا هعمل انت حط الشتيمه اللي انت عايزه. وبعدها بسنه 2019 تم انتاج ايفون 11 وايفون 11 برو وايفون 11 برو ماكس.
الفرق ان ايفون 11 للغلابه وايفون 11 برو وبرو ماكس للاغنياء. وعايز اقول لك ان اللعبه من وجهه نظري في السنه دي اتغيرت بشكل كبير جدا ومضمونها، لان انت بقيت تدفع اكتر من 70% من ثمن التليفون عشان خاطر الكاميرا. ده حرفيا هو التطور اللي بيحصل بشكل قوي وملحوظ في معظم الشركات مش بس شركه ابل. اعتقد شركه ابل بدات تلاحظ من اول ايفون اكس وايفون اكس اس ماكس ان المستهلك بيهتم اكتر بموضوع التصوير وموضوع الكاميرا اكتر من السرعه والشكل والحركات الثانيه. مش معنى كده ان الحاجات الثانيه دي مش مهمه، لا هي مهمه، بس بداوا يهتموا اكتر بموضوع الكاميرا. سنه 2020 جه نفس الموظف وقال لك احنا عندنا مشكله يا مستر تيم. هيجي واحد يقول لي مين مستر تيم دوت؟ بهزر يا جماعه، احنا لسه قايلين تيم كوك صاحب الشركه، اما انت رخم صحيح. وقال له ساعتها الموظف دوت احنا مش عارفين نعمل ايه ونعدل ايه عشان نغير الشكل. قال له سهله، نرجع شكل مربع تاني. قال له يا باشا مش ده الشكل الكخه النخه اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه ان هو مش حلو. قال له اسكت انت ايش عرفك؟ احنا نجيب الحلو ده من هنا على الحلو ده من هنا ونعمل احلى كوكتيل. فاهم حاجه؟ قال له لا. قال له تمام كده احنا عامل شغل زي الفل. كان عامل ايفون 12 ميني و12 وايفون 12 برو و12 برو ماكس اللي هو في رايي مش بيفرق اي حاجه حرفيا غير في الشكل. والايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس يعتبر هو زيه بالظبط. وقال لك لا بقى الصيت ولا الغنى، وراح كمان عامل السنه دي ايه؟ عامل ايفون اس اي سنه 2020. فكده تعتبر سنه 2020 هي اكتر سنه تم انتاج فيها اشكال لشركه ايفون. فعمل ايفون 12 ميني و12 برو و12 عادي و12 برو ماكس وكمان معاهم ايفون اس اي. التليفونات اللي تم انتاجها في السنه دي هم 5 اشكال، ودي تعتبر اكتر عدد تليفونات تم انتاجها في اي سنه تمت قبل كده من الشركه. هنيجي سنه 2021 تم انتاج ايفون 13 ميني وايفون 13 و13 برو و13 برو ماكس، وفي اعتقادي ده يعتبر اقوى افضل ارخص ايفون ممكن تشتريه لحد النهارده حتى بعد اصدار الايفون 15 اللي لسه معمول. والكاميرا بتاعته فعلا جباره وفي حته ثانيه خالص عن اي اصدار تم انتاجه قبل كده من شركه ابل. ولو انت بيفرق معاك التصوير، ايفون 13 برو هيجيب لك من الاخر وفر ومش لازم تشتري ايفون 14 او 15. سنه 2022 تم انتاج ايفون 14 و14 بلس وايفون 14 برو و14 برو ماكس. والسنه دي زودوا فكره جديده، قالوا نعمل ايفون بتاع الغلابه اللي هو ال14 العادي وخلوا حجمه اكبر وعملوا ايفون 14 بلس. وفي ناس كده بتتلخبط بين ايفون 14 بلس وايفون 14 برو ماكس. الايفون 14 بلس هو الايفون 14 العادي بس الحجم بتاعه بيكون اكبر، لكن الايفون 14 برو ماكس مش بس حجمه اكبر لكن كل الامكانيات اعلى زي الكاميرا والرامات والشاشه وغيره وغيره. نيجي بقى لاخر تليفون تم انتاجه من شركه ابل لسه طالع طازه كده من الفرن، الايفون 15 سنه 2023. مش هدخلك في امكانيات واقعد اقول لك رامات وبروسيسور وشاشه تيتانيوم وحاجات من دي، هنتكلم في نقطه واحده بس وفوقك من الباقي. ايوه زي ما بقول لك فكك من شغل الدعايه والبروباجندا والزرار اللي خلوا مكانه مكان الميوت اللي هو بيلغي الصوت. وبالنسبه لي عمل حاجه واحده بس غريبه وفي رايي محبطه. فضلت 11 سنه يا جاحد معذب اللي خلفونا بكابل لايتنج بايع منه بحوالي 5 بليون دولار وساكتينه وقامتين عشان معانا ابل ومميزين عن غيرنا بتاع حرف الاس اللوكال، وتيجي تخليني لوكال زي الناس التانيين. يعني مش تخترع لي مثلا كابل لايتنج مطور تفتكس مدخل ماك سيف زي بتاع اللابات. ايه خلصت فركشت الافكار. فللاسف ابل كان لازم تمشي مع القطيع، لان يا تعمل كده يا تندثر. جابت اخرها في التطوير بتاع البورت دوت وحاولت بشتى الطرق ان هي تحافظ عليه، بس التطور اللي حصل في مداخل التايب سي في السنين الاخيره واللي فاتت خلى ابل ما ينفعش ان هي تعاند وتفضل مستمره مع الكابل دوت وتستفاد زيها زي غيرها من التكنولوجيا بتاعه التايب سي. يا اما تاخد على قفاها والكل يسبقها، يا اما توافق وتحط كابل التايب سي عشان خاطر تعرف تواكب مع الناس التانيين. واعتقد الدرس ده اتعلمته من شركه نوكيا عملاق التليفونات ساعتها، لما كانش في حد في العالم مش ماسك التليفون دوت وكان اقوى شركه في العالم، وابل ساعتها كانت كوكو على الخلاصه. لو انت هتشتري ايفون 15 و15 برو و15 بلس و15 برو ماكس بس عشان خاطر فكره كابل التايب سي، غير كده بلح. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ادعمنا بقى بلايك جميل وشير وفيد غيرك، واكيد هتشرفني لو اشتركت في القناه عندي. والسلام عليكم.